السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. طبعا كلنا طالعين من رمضان وشبعنا بقى من الوصفات والأكل والطبيخ وعايزين الحاجات الجميلة دي. الفطير المشلتت بس أنا هعمله زي الصينيين ما بيعملوه. اليومين دول كده هتلاقي كتير قوي الصينيين بيعملوا. انتوا عارفين كمية يعني أنا عملت ما شاء الله 10 فطيرات بنص كيلو من الدقيق ومعلقتين 2 من الزبدة فقط لا غير. معلقتين زبدة ونص كيلو دقيق وتعالي بقى نعمل احلى فطير ما شاء الله مورق وجميل جدا جدا وريحته وطعمه في منتهى الجمال. طريقته سهلة وبسيطة وسريعة. هنعمل العجينة المظبوطة بتاعة الفطير المشلتت. عبارة عن نص كيلو دقيق معلوش اي حاجة خالص، هنحط عليه رشة ملح ومعلقة سكر، معلقة كبيرة من السكر ورشة ملح بس لا اكتر ولا اقل، هو كده وخلاص. وهنجيب بقى شوية مية وهنعجن. اما نحطش المية كلها مرة واحدة، هنحط المية بالتدريج وهنعجن لان احنا عايزين عجينة بتاعة الفطير تكون متماسكة. اهم حاجة في عجينة الفطير انك تعجنيها كويس جدا جدا جدا، يعني تفضلي تعجني فيها لحد لما تلاقيها طرية. وبصي كده هي يعني المية ما بتبانش في العجينة غير بعد شوية كده. لقيتيها بتلزق ما تحطيش لا ميه ولا دقيق تاني. هتبدأي تفضلي تعجني تعجني لحد لما تلاقيها خرجت من ايدك وخرجت من الطبق. لمت كل ده من غير اي حاجة، من غير اي اضافات تانية. ده يبقى كده انت عجنتي العجينة وخدمتيها صح. ده سر كبير قوي لعجينة الفطير، لازم تتعجن كويس قوي قوي تبقى ناعمة ومش مش بتلزق في الايد زي ما انت شايفة كده. ده اللي خلاها لمت كتر العجن. انك تعجن لو عندك عجان هتسيبيها تتعجن كده حوالي 20 دقيقة او 25 دقيقة او حتى نص ساعة. كل ما سبتيها تتعجن كل ما كانت احسن. اهم حاجة بقى برضو السر التاني في الفطير، دايما تريحيه. كل ما تحطي ايدك في الفطير لازم تريحيه نص ساعة. يعني ايه تحطي ايدك؟ يعني كل ما تشكلي او تعملي اي خطوة لازم نص ساعة. انا هستخدم النهاردة الزبدة البلدي. الزبدة دي لقيتها كتيرة جدا فانا مش هستخدمها كلها، انا هاخد معلقة استخدمها ولما تخلص اضيف معلقه. وفعلا النص كيلو دي ده اخد مني وكل 10 فطاير اللي انا عملتهم اخدوا معلقتين 2 من الزبده على معلقتين 2 من زيت الزيتون. انا قلت لازم استخدم معلقه زبده ومعلقه زيت ليه؟ علشان الزبده بتدي طعم، طبعا الزبده البلدي دي لا يعلى عليها في الفطير، هو اساس الفطير. والزيت معلقه الزيت بتديله اللمعه وبتديله القرمشه. فلازم تحطي معلقه من ده ومعلقه من ده. وانا الكميه دي كلها والله ما استخدمتش معايا غير معلقتين زبده ومعلقتين من الزيت فقط. وهنشوف مع بعض بقى. انا كده ريحته حوالي نص ساعة. تمام. هاخد كمية العجين بتاعتي. بصي بقى، ولا هنفرد ولا هنورق ولا هنبطط ولا هنتعب نفسنا في اي حاجة. هستخدم النهاردة 3 طرق، مفيش اسهل ولا ابسط من كده. 3 طرق لفرد الفطير سهلين جدا، اختاري اللي تعجبك فيهم، مش هتلاقي ابسط منهم. لو عندك 100 فطيرة هتعمليهم في 10 دقايق. الخليط معلقه الزبده ومعلقه الزيت هبدا ان انا افردهم زي ما انتم شايفين كده. انا فردت كميه العجين كلها اللي عندي زي ما انت شايفه. وهبدا بقى ان انا اعمل له اوريكي ال3 طرق بتاعه الفرد. اختاري منهم اللي تعجبك، والتلاتة اسهل من بعض وبيدوا نتيجه حلوه جدا ومش يعني مش متعبين. انتي هتشوفي بنفسك دلوقتي قد ايه هما في منتهى البساطه. كده بقى انا بحاول اغطي كله بالخليط بتاع الزبدة والزيت. بعد كده هنقفلها كده زي ما احنا شايفين. دي كمية العجين كلها هبدأ ان انا اقطعها لحوالي 10 قطع. هي قطعت معايا 10 قطع ما شاء الله. انا عايزة اعمل الفطيرة الصغيرة اللي الصينيين عمالين واجعين دماغنا بيها وعمالين كل شوية يطلعوها لنا. بصراحة خلت نفسي راحت على الفطير. طبعا دلوقتي العالم كله بيعمل الفطير المشلتت ده، بس كل دولة بتسميه اسم. هنغطيه بقى كده زي ما انتم شايفين. مهم جدا زي ما قلت لك، مادام حطيتي ايدك في العجينه عملتي اي خطوه لازم الخطوه اللي بعديها انك تريحيه نص ساعه. وده اهم سر في توريق الفطير عشان تاكلي فطير حلو مش ناشف ولا بيشد. انك تريحي العجين مع كل خطوه. وعلى فكره هتساعدك قوي قوي وانت بتشتغلي، هتلاقيه طري جدا وبيتفرد معاكي بمنتهى السهوله.
هندهن كده السطح العمل اللي بنشتغل عليه، ونبدأ نفرد الفطير عشان نعمل الطريقة الأولى، علشان نورق بيها من غير ما نتعب نفسنا فرد وعمايل بقى وحاجات المتعبة بتاعة الفطير دي. الطريقة دي هتخليكي تعملي الفطير كل يوم. هبدأ أدهن بقى ده لسه والله هي نفس المعلقة الأولانية. دي تاني معلقة، استغفر الله العظيم. دي تاني معلقة اللي هي التانية. دي الأولانية أنا حطيتها كلها على الفطيرة كاملة، والتانية بقى أحطها عليهم كلهم وبس على كده. دي الطريقة يا بصي، تطبقيه كده زي ما انت شايفة، عارفة زي المروحة اللي كنا بنعملها زمان واحنا صغيرين. بتطبقيه طبقة رايحة جاية، بعد كده تشديه وبعد كده تبرميه كده كده، وبعدين تعمليها بالطريقة دي. دي كده بقى بتطلع مورقة جدا جدا جدا. تمام. دي الطريقة الأولانية. الطريقة التانية برضو سهلة جدا. شايفة العجينة عاملة ازاي؟ العجينة كأنها ملبن. ليه؟ لأنها ارتاحت. كل ما هتريحيها كل ما هتاخدي أحلى فطير. وأنا لا بتعب نفسي في فرد، ولا حتى معايا نشابة ولا أي حاجة. العجينة بتجري في إيدي زي الحلاوة. وعلى فكرة الدقيق ده دقيق عادي جدا من عند العطار، اللي هو الدقيق الساي اللي بقى ب40 جنيه. دهنتها بقى، وديت هنعملها بطريقة عادية خالص وهنقفلها في أبسط من كده، وهيطلع معاكي مورق جدا الفطير. ايه دي الطريقة التالتة. دي اللي انا عملتها، دي التانية. هنعمل التالتة بقى. طبعا اللي انا بفردها دي طبقات، وبدهن عليها كمان زبدة، وبرضو لما بطبقها بتبقى طبقات وفي منتهى السهولة. مفيش أبسط ولا أسهل من كده. شايفة؟ وكل طبقة هندهن كده دهنة خفيفة علشان يبقى الفطير بتاعنا مورق زي ما شفتيه كده، جميل وفي منتهى الجمال. والزبدة البلدي بقى ايه، مش عايزة اقولك. لو عندك 100 فطيرة هتعمليهم في ثواني، من غير بقى تقعدي تقطعي وتفردي وتتني، في ثانية. شايفة التسوية بتاعتهم بقى؟ مش هنحط في فرن ولا اي حاجة. طاسة كده على النار، نحط عليها معلقة زبدة، ونحط الفطيرة، نفردها فردة بسيطة، ما ترققهاش قوي. هي اصلا ركنتهم لحد لما، مهم برضو بعد التقطيع ده تركنيهم حوالي نص ساعة. بعد كده باخدها افردها كده. ومهم قوي قوي واحنا بنسوي هنغطي عليها. النار تكون متوسطة لهادية علشان الفطير يستوي. بسم الله ما شاء الله، احلى حبة فطير في ثواني، ما خدوش 10 دقايق. يعني على بال يعني مفيش، في لفتة لمحة وانتباهها كده كنا عملناهم. وفي منتهى الجمال. تقدري تعمليه بقى كل يوم من حلاوته ومن سهولته وبساطته. مش محتاج منك اي حرفية ولا اي حاجة.